ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي نوال محمد. لو اول مره تتابعوني فدي قناتي. حبيت النهارده اعمل معاكم وصفه جديده للبانيه. انا متاكده لو جربتوا الطريقه دي مش هتعملوا البانيه غير بيها. بتتقدم في اشهر المطاعم والطبق منها بمبلغ وقدره. اول حاجه بجيب بوله وبحط فيها بضايه. التوابل بقى هنحتاج فلفل اسود وكمان شويه ملح. زودت كمان شوية توم باودر وبصل باودر. هنا بقى دي بصلاية انا هقطعها كده، هنقطعها مكعبات صغيرة لان البصل ده اساسي في اي تتبيلة، يعني بيدي الاكل طعم حلو قوي. فكده معايا بضاية، فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر. ممكن كمان تزودوا شوية من البابريكا المدخنة. وزودت بصلاية كده صغيرة مقطعاها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده قطعتها كلها. همكس بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض. نجيب معلقة نضرب كل ده كويس مع بعض الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ابدأ بقى قطع البانيه بتاعتي. البانيه طبعا انا غسلاه كويس جدا ومصفياه من اي ميه فيه. قطع البانيه اهي تمام. يفضل ان البانيه يكون متقطع كده، يعني الصدر على اتنين، ما يبقاش صغير او متقطع رفيع زي ده. لا انا مش عايزاه زي ده، انا عايزه كده يكون متقطع كبير. هبدأ بقى اقلب في البانيه في كل المكونات دي. ازود عليه نص عصير من الليمون بس كده. دي كل التتبيله او التوابل اللي احنا هنحتاجها. لو حسيتوا ان الفلفل الاسود قليل ممكن تزودوه شويه. ممكن على فكره تعملوا التتبيله دي قبلها بيوم، ممكن قبل ما هتحمروا البانيه على طول او هتشوه ايا كان بقى. وبعدين بقى انا هسيبه في التتبيله كده شويه، يعني ساعه ساعتين لحد ما يتشرب بس وياخد من طعم التتبيله كده بس. وهسيبه على جنب ويلا اقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه. هنا خلاص كنت سبت البانيه في التتبيله 3 ساعات. هبدا بقى اجيب عندي بقسماط وبتبله بفلفل اسود وشويه من الملح وشويه توم باودر بصل باودر، نفس التتبيله اللي بهرت بيها البانيه هتبل بيها البقسماط. هبدا اجيب قطعه البانيه كده بسم الله اهي، وانا بغلفها بالبقسماط. لازم اضغط كويس علشان لما احطه على النار احمره ما يفكش مني اهو. نضغط نضغط كتير هتحسوا ان هو بيتفتح وبياخد منكم بقسماط كتير، ولكن دي احسن طريقة اهو كده. لازم اغلفها كويس جدا تمام كده. اغلف من كل حته. ما ننساش نبهر البقسماط بالملح علشان ما يطلعش معاكم دلع كده. خلاص انا تبلت القطعه بتاعتي كويس وغلفتها بالبقسماط. هركنها بقى في طبق تاني على جنب لحد ما اخلص باقي الكميه بتاعتي. واهم حاجه ان انا انفضها من البقسماط حلوه قوي. القطعه لازم تكون كده علشان هقول لكم هنعملها بطريقه جديده دلوقتي. نفضتها من البقسماط هسيبها بقى في طبق تاني. انا هنا بعمل خلاص اخر قطعه من الكميه اللي معايا، وانا بكون بخلص في اخر قطعه. طاسه على النار بقى فيها شويه كده من الزيت الغزير، سايباها على النار عشان انزل فيها البانيه. لازم يكون الزيت سخن. اديه طبقه كريسبي وبعد كده بقى هنحط عليه اضافات تانية ونحط عليه موتزاريلا وندخله الفرن. بجد بيكون طعمه حلو قوي. وبعمل له كمان صوص جنبه
بيوديه في حتة تانية خالص. وفي نفس الوقت عشان لو زهقتوا من البانيه المشوي او المحمر، فدي طريقة حلوة يعني لو حابين تنوعوا او تجددوا في الاكل اللي انتوا بتقدموه. بس كده خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا. زي ما قلت لكم بقى زيت غزير، وهبدأ انزل بأول قطعة، تاني قطعة بالزيت كده سخن اهو اتشمع معانا على طول. هبدأ بقى اهدي النار علشان ما يتحرقش من بره او يتحرق من بره ومن جوه يكون لسه ني. انا هنا خلاص حمرت البانيه، بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طالع مقرمش وكريسبي وحلو قوي. عملت القطع، انا هعمل قطعتين بس بالطريقه اللي هقولها لكم، وسبت الباقي بقى عشان اللي بيحبه محمر من غير اي اضافات. انا هنا معايا طماطم، الفلفل الاخضر والبصل اللي احنا كنا متبلين بيه ما رميتهوش، ضفته على الخلطه دي، وكمان زودت رشه من الفلفل الاسود وحاجه بسيطه خالص من الملح. بصوا بقى جبنا طاسه صغنونه، اي طاسه بس يكون حجمها صغير عندنا. بجيب فص من الثوم وببدا اقطعه شرايح رفيعه خالص، يعني مش بفرمه، لا بص، شرايح رفيعه خالص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهزود عليه معلقه من الزيت وميكس الخضار اللي انا قلت لكم عليه، طماطم فلفل اخضر بصل، واحطه على النار واسيبهم لحد ما يتسبكوا حاجه بسيطه، وبعدين بقى ارفعهم من على النار. تمام انا كده خلصت. زودت شويه صغيرين من الزيت، هستنى بقى لحد ما التوم كده ريحته تبدا تطلع ويبدا يصفر معانا حاجه بسيطه قوي كده. التوم معايا تمام، نبدا ننزل بقى بالطماطم وباقي الخضار. لما الصلصه بدات تتسبك انا زودت معلقه صغيره من صلصه الطماطم وسبتها حوالي 5 دقايق لحد ما بقت بالشكل ده. حط بقى عليها النار ويلا على الخطوه اللي بعد كده. هنا بقى جبت معايا اي صينيه او اي بايركس، اي حاجه بتدخل الفرن. هبدا اجيب قطعه البانيه واحطها كده، القطعه التانية كده، والقطعه التالتة. طيب تمام كده تمام. نبدا ازوده على البانيه كده، رهيب بجد. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ شويه من الجبنه الموتزاريلا، كتروا موتزاريلا بقى، الوصفه دي بتحب الموتزاريلا الكتير. ممكن برضو نزود ميكس جبن، مش لازم جبنه موتزاريلا بس، ممكن جبنه رومي، جبنه شيدر، اي حاجه يعني متوفره. تمام كده خلاص. الشوايه بقى لحد ما الجبنه معانا تسيح وتاخد معانا اللون اللي احنا عايزينه. ده شكل الطاجن قبل ما ادخله تحت الشوايه، خطير. وسع بقى للحلاوه والجمال والخطاره والطعامه وكل حاجه حلوه. بصوا الجمال، هصورها لكم برضو من قريب. الجبن بقى ساحت، وذوقوا الجمال والحلاوه، ينفع جدا في العزومات، هيكون طبق حلو قوي على السفره.
بصوا بقى، المطة مكملة معانا. بصوا، مش عارفة هروح فين تاني بجد. خطيرة الجبنة دي، خطيرة.